السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديجا كوزال، ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير واموركم كلها على خير. فيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم مقشر ديال اليدين وماسك خطير بزاف، كيخلي اليديات نقيقين وحتى الوجه. هذا الماسك الوجه وحتى اليدين هو المقشر. مهم ما تنساوش تابوناو في باج ديجا كوزال، تما غادي تلقاو بزاف الوصفات اللي غادي يعجبوكم. وما تنساوش تابوناو في باج ديالي ديال تيك توك ولا انستغرام، راه نفس السميه، وتخليو ليا لايك وتعليق زوين بحالكم. عارفه راسي غبرت، ولكن ان شاء الله غادي نجيب فيديوهات زوينين بزاف. ودابا الصيف، خليكم مع الفيديو حتى الاخير. واول حاجه غادي نبداو بها هو المقشر. هذا المقشر تيحيد التصبغات، تيحيد الجلد الميت من اليدين ومن الوجه. يعني الا كانوا عندك شي طاش في وجهك، اثار ديال الحبوب، الحروق ديال الشمس، ودابا جايه غير الشمس، راه خطير بزاف. والبنات اللي اول مره غادي يديروا الوصفات، ضروري خاصكم تقشروا الوجه ديالكم واليدين ديالكم عاد باش ديروا الماسك هكذا، باش يستافد البشره ديالكم تستافد من هذاك الماسك اللي غادي نديرو. انا اول حاجه احتاجيت هما زوج ديال الساشيات ديال ليبطون، حيت غادي ندير الايديه والوجهي. انا غادي نقول لكم المكونات اللي خاصكم ديروا واللي ما ديروش الا كنتم مبتدئين. بالنسبه للناس اللي موالفين يديروا مقشر ديال القهوه، حتى هو تقدروا ديروه. انا زدت معلقه ديال الكوك، وانا تندير في المقشرات ديالي القرفان، نتوما تقدروا تستغناو عليها، تتخلي داك الملمس الناعم وتتحفز الدوره الدمويه. بالنسبه للزيوت، اختاريت زيت الليمون، كيخلي واحد الريحه خطيره بزاف، وزيت اللوز الحلو، هادو خذوهم غير من عند العطاره. ضروري ما نخلطوا النواشف مع بعض في الاول، من بعد غادي نزيد معلقه. بالنسبه لي اول مره غادي يدير هذا المقشر، ديروا زيت الزيتون بوحدو، زيت العود اولا زيت الكوك، حيت يلاه كتكونوا دايرين الوصفات ما كتعرفوش البشره ديالكم واش غادي تقبل لكم هذاك المكون ولا لا، وما كتكونوش عارفين واش عندكم حساسيه من هذاك المكون ولا لا. بالنسبه لهاد زيت الليمون، راه كيخلي واحد الريحه خطيره في اليدين. هاد الزيوت تقدروا ديروهم ليديكم، لوجهكم ما ديروش اول مره، ما ديروش حتى تجربوا. وهنايا زدت 4 المعالق ديال زيت الزيتون. تقدروا ديروا زيت الكوك، تقدروا ديروا كيف ما قلت لكم غير زيت الزيتون بوحدو. تقدروا ديروا السنيده في بلاصه الكوك الا ما عندكمش، اولا في بلاصه ليبطون ديروا القهوه. بالنسبه لهذا المقشر وهذا الماسك اللي غادي نشارك معكم اليوم، الفوائد ديالو هو انه تيرطب. هذه اول حاجه، الترطيب كيفتح اللون ديال البشره، تيزيل لينا التصبغات، وتحيد لينا اثار الشمس، الندوب والحروق. وهذا الشيء كامل تيتحيد الا تبعتوا الوصفات. مثلا التقشير، خاصكم ضروري تقشروا يديكم ووجهكم 2 مرات في السيمانه، بالاخص دابا الصيف 2 مرات في السيمانه. اللي عندهم بشره دهنيه 3 المرات، واللي عندهم بشره جافه مره واحده، واللي عندهم بشره مختلطه 2 مرات. ولكن انا دائما تنصح ب2 مرات في الاسبوع انكم تقشروا وديروا لي ماسك من الاحسن دابا الصيف ديروهم كل نهار. انا الصراحه هذا الماسك هو اللي تيحمقني، وفيما تكون عندي شي مناسبه اولا شي حاجه مزروبه، هو اللي تنديرو ليدياتي وتنديرو لوجهي. وكاينين بزاف ديال لي ماسك حتى هما اللي تنديرهم على حساب كل مره وقتاش تيكونوا عندي مكونات اللي متوفرين عندي. فباقي ان شاء الله غادي نشارك معكم بزاف ديال الوصفات، وجايين فيديوهات زوينين. غير اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل خاصيه الجرس باش تبقاو توصلوا بالجديد ديالي. بالنسبه للتقشير ديال اليدين، هنا شي 3 دقائق وانا تنقشر في ايديا بحركات دائريه ناعمه. كتقشروا يديكم من الداخل ومن برا. هادوك التنيات حول الاظافر حتى هما كيخصهم التقشير والترطيب، اولا تيقصاحوا وتيبداو تيبداو تيتناو، بالاخص دابا في رمضان
وصراحه اليدين تيتكرفسوا اغلبيه ما تيبقاش الوقت باش انك تقشري يديك وديري ليهم ماسك. ودابا جاي الصيف وجايين ما شاء الله العراضات والتصافير، فحاولوا انكم تهلاو في ايدياتكم وتهلاو في وجهكم. بقى ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفات العنايه بالقدمين. وهذا مكان مهم تقشيرها، نتوما تشوفوا على عينيكم كيفاش انا تنقشر ايديا. تنقشر مزيان صبعاني، وبالاخص كيف قلت لكم هذوك البلايص حول الاظافر والريوسه ديال الصبعان من الداخل ودوك الجناب. قشروا ايديكم كاملين، ومن تساليو غسلوا ايديكم بالماء اللي يكون بارد، وغسلوا بشي صابون ديال اليدين اولا جيل دوش باش هكذا يتحيد لكم هذاك الزيت. والماسك اللي غادي نديرو من بعد غادي نستافدوا منه. المهم ما تنساوش تخليو ليا في لي كومونتير واش كيعجبوكم بحال هاد الفيديوهات ديال الوصفات. هاد الفيديوهات ديال الوصفات وديال العنايه بالجسم واليدين والقدمين والوجه، اولا تيعجبوكم لي فلوغ. او بالنسبه للطياب فشحال هادي انا غبرت عليه، ولكن انا تنحط في التيك توك. اللي ما عندهمش تيك توك غادي نخلي لكم لتحت راه نفس السميه، ديروا ديجا كوزال غادي يطلع لكم التيك توك ديالي. وحتى الانستغرام فحتى هو تنبارطاجي معاكم شي فيديوهات ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن اغلبيه كنبارطاجي في تيك توك، تندير ميني فلوغ. المهم الا كنتم مهتمين سيروا تما ديروا ليا ابوني، وغادي نخلي لكم حتى اللين في الديسكريبشن في صندوق الوصف. المهم كيف قلت لكم تغسلوه بالماء بارد. عرفتي ما نعاودش لكم واحد الرطوبيه تيخلي هذا المقشر راه ما يمكنش. وعاد تيبان لكم الفرق يديكم كيف كانوا قبل وبعد. المهم الروينه ضروري تمسح. بالنسبه للماسك غادي نحتاج صفر ديال البيضه، صفار البيض معروف بالتفتيح. وغادي نحتاجوا القهوه، ماشي نسكافيه، قهوه سريعه الذوبان. غادي نحتاجوا القهوه اللي تنقشروا بها البشره ديالتنا. غادي نزيد معلقه صغيره. عرفتوا البنات هذا الماسك ميمكنش شحال خطير، ميمكنش شحال تيرطب. راكم شفتوا النتيجه. هنايا عندي الغسول الابيض. الغسول الابيض ماشي الطين الابيض، راه كاين فرق بين الغسول الابيض وفرق بين الطين الابيض. هنايا الغسول تكون اللون ديالو زرق من الداخل. غادي ندير حتى هو واحد المعلقه اللي تكون صغيره. لما عندكمش الغسول تقدروا تعوضوه بنيدو اولا بالنشا، ولكن كنفضل انكم ديروا الغسول لانه الوصفه ديال النشا والقهوه وصفار البيض وواحد المكونات اخرين هذيك بوحدها يعني كل وحده والنتيجه اللي كتعطينا. شاركت معكم هذه الوصفه اللي خطيره بزاف. هنا ضروري الطريقه ديال الوصفه انكم تتبعوها. هنا غادي نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم. هما الاولين غادي نخلطوهم مزيان. شوفوا القوام كيفاش كيكون. من بعد غادي نزيد واحد جوج مكونات وحدين اخرين بالتدريج. انا غادي نزيد معلقه صغيره ديال الحليب كيف ما تشوفوا، وهو في الاول غادي يتعلق ولكن من بعد غادي تطلق مزيان. بقاو تحركوا مزيان حتى تحصلوا على قوام اللي غادي يبان لكم بحال شويه جاري كيف ما كتشوفوا. كنتمنى اي واحد جرب هاد الوصفه يخلي لي الراي ديالو في التعاليق. هنا غادي نزيد واحد المكون اللي هو احسن من نشاء الذره اللي هو الدقيق الابيض، معلقه صغيره ممتلئه. وغادي نخلط مزيان هاد المكون. انا تعجبني في الوصفات كنديرو غير مع دانون بمسوس بوحدو، تندهنوا ليديا ووجهي الا كنت خارجه للشمس ولا هذا عرفتي تيبردوا. المهم غادي نخلط المكونات مزيان وغادي نديرهم للايديا لمده ديال 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه هما وجهي حتى ينشفوا تقريبا. غادي يكرموا. وهنا غادي ندير ايدي الاولى وندير ايدي الثانيه، ومن بعد غادي نرجع لكم. سمحوا لي على الصداع. المهم دوز 15 دقيقه اولا 20 دقيقه على حساب البشره ديالتك كل وحده والبشره ديالتها، وكل وحده شحال كتاخد الماسك شحال تياخد توقيت باش انه ينشف. الا قال لكم شي واحد 20 دقيقه انت راه يقدر ينشف لك في 15 دقيقه. المهم ومن بعد غادي تغسلوا ايديكم بالماء اللي يكون بارد. ونصيحه البنات في الصباح ما تبقاوش تغسلوا وجهكم بالماء اللي يكون دافي حيتاش المسامات تيتحلوا.
مهم من بعد ما غادا دوز 15 دقيقه او 10 دقائق غادي نغسل ايديا بالماء اللي يكون بارد، وهانتوما غادي تشوفوا النتيجه. واخا هكاك الكاميرا راه ما عطياش حق الايديا، كيبانوا سمرين بزاف، مع العلم انه ايديا انا بيضين ونقيين. المهم كيف قلت لكم، ما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا خاصيه الجرس، وما تنساوش تدخلوا عندي للتيك توك ثم تنحطوا وصفات دغيا دغيا، وكتستافدوا الصراحه. تما نتوما تشوفوا في الضو كيفاش تيبانوا ايديا. صراحه عرفتوا هاد الماسك وهاد المقشر ما غاديش ندموا الا جربتوهم. وكاع الوصفات اللي حاطه في لاشين ديالتي اولا في التيك توك اولا في الانستغرام راهم تيحمقوا فريمون تيحمقوا، وكاينين بزاف اللي جربوهم وشكروني، بالاخص في الفيديو اللي ما شاء الله دابا هو اللي طلع في لاشين بوحدو، اللي فيه 48 كا. المهم صحتكم وراحتكم، وكنتمنى تجربوا كيف قلت لكم، تردوا عليا الخبر في الكومونتير. بسلام عليكم، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلامه.